عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده هنتكلم مع بعض عن اخطاء الفاونديشن اللي بتخلي شكله مغير جدا على بشرتك ويعمل الكاكي لوك. النهارده هنشرح الغلط والصح بتاعه علشان تخلي الفاونديشن على بشرتك شكله حلو جدا ومثالي وطبيعي على البشره. رسمنا خط في النص زي ما انتم شايفين علشان نعمل الجزء ده بالاخطاء بتاعه الفاونديشن والناحيه دي الصح بتاعها. ونبدا مع بعض باول غلطه، وهي ان انا احط الفاونديشن دايركت على طول على بشرتي من غير ما احضر بشرتي الاول، من غير ما اغسلها بالكلينزر بتاعي، من غير حتى ما استخدم اي مايسيلر ووتر علشان اشيل اي اتربه او اي حاجه من الجو على بشرتي. لا، انا بجيب الفاونديشن وبحطه على طول على البشره، وده اكبر غلط. الناحيه دي هنستخدم مع بعض مايسيلر ووتر الاول، وهنستخدم قطنه وهنمسح بيها البشره لفوق في اتجاه لفوق علشان اشيل اي اتربه على بشرتي الاول واتاكد ان بشرتي نظيفه جدا. لو ما عنديش وقت ان انا اغسل بشرتي بالكلينزر بتاعي قبل ما احط الفاونديشن، ممكن استخدم مايسيلر ووتر وتمسحه بالشكل ده لفوق من تحت لفوق علشان تتاكدي ان بشرتك نظيفه جدا قبل ما تحطي اي حاجه عليها. تاني غلطة ان انا مرطبش بشرتي قبل الفاونديشن، او ان انا استخدم مرطب غلط. بشوف بنات كتير جدا للاسف تستخدم مرطبات للبشرة مش مناسبة للبشرة ابدا. في مرطبات بتكون مثلا مناسبة للجسم، بتكون التكتشر بتاعها جريسي شوية، تقيل شوية، فدي بتكون مناسبة للجسم اكتر من البشرة، فبتلاقوها كتلك كده. فتعرفي منين لو انت لسه مبتدئة ومش عارفة المرطب ده ينفع لبشرتك ولا لا؟ شوفي التكتشر بتاعه او قوامه عامل ازاي. لما بتحطيه بشرتك لازم تكون امتصته خالص، وبعد كده تحس ان هي بقى فيها اترطبت وبقت كويسه، بس مش حاسه باي ملمس للكريم على البشره. لو لسه حاسه بملمس كريم على البشره قبل ما تحطي الفاونديشن بتاعك، يبقى معنى كده ان الموسترايزر ده او المرطب ده مش مناسب لنوع بشرتك. وللاسف بشوف غلطه شائعه ولقيتها بنات كتير قوي بتعملها، ان في بنات بترطب بشرتها بفازلين. انتوا متخيلين؟ فازلين الاول قبل الفاونديشن، وده اكبر حاجه غلط ممكن تعمليها. اولا الفازلين البشره مش بتمتصه، هيفضل عامل طبقه عازله. الفازلين طبقه عازله بيعزل البشره عن كل حاجه، فده اكبر حاجه غلط. هيلزق معاكي الفاونديشن، هيبقى شكله وحش جدا. فاوعي اوعي اوعي تستخدمي فازلين قبل على بشرتك. عملت فازلين على البشره ده غلط. على شفايف اوكي، شفايف بس. اوعي تستخدمي فازلين على البشره، لان ده هيديكي نتيجه سيئه جدا جدا جدا. ويا سلام بقى لو حطيتي باودر مثلا بعد الفاونديشن وتحتيهم الفازلين، هيديكي يعني نتيجه بشعه. اوكي، ففي بنات كتير قوي متعرفش المعلومه دي. فاستخدمي مرطب يكون خفيف جدا، يكون يفضل لو انت بشرتك دهنيه يكون مكتوب عليه كلمه جل او فلويد، يكون التكتشر بتاعه ملمسه خفيف كده خالص. ولو انت بشرتك جافه استخدمي حاجه يكون مكتوب عليها كلمه كريم. كريم دي بيكون فيها نسبه زيوت، فبترطب البشره وبتخلي شكلها كويس. ولو انت بشرتك جافه لازم تهتمي بالترطيب، لان لو ما رطبتيش بشرتك البشره هتمتص الفاونديشن على بشرتك وتحس ان هو البشره امتصته وبرده عمل شويه زي تجيير كده وبقى شكله مش كويس. فلو احنا بشرتنا دهنيه لازم نرطبها عشان برضو تكون كويسه، بنرطبها بكريم. ولو بشرتنا جافه برضو بنرطبها عشان تكون شكلها حلو وما تشربش نسبه الزيوت البسيطه اللي بتكون في كريم الاساس او الفاونديشن. وبنرطبها بحاجه مكتوب عليها كلمه جل للبشره الدهنيه وكريم للبشره الجافه. اوكي، فخطوه الترطيب حاجه مهمه جدا 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 فان انت تحطي فاونديشن على بشرتك. الناحيه دي هستخدم الفضل بتاعي من كيلز، وبصوا البشره بتمتصه بسرعه قوي، يعني فجاه بيبقى مش موجود. شايفين؟ الغلطه الثالثه وهي عدم استخدام البرايمر. والبرايمرز حاجه مهمه جدا قبل الفاونديشن، بس انا كمي مش بحب البرايمرز اون ديلي بيزس. يعني ما تستخدميش برايمر كل يوم، انت بتخرجي كل يوم ما تستخدميش برايمر. خلي البرايمر بس للمناسبات المهمه جدا. ولو مش عارفه تختاري البرايمر المناسب ليكي، هحط لك لينك هنا كنت عاملاه زمان قوي من سنتين او 3 تقريبا، في الشرح ما بين الفرق ما بين كل انواع البرايمرز، وانت استخدم النوع ده وانت استخدم النوع ده، هتشوفوا اللينك فوق. الغلطه الرابعه وهي استخدام نوع فاونديشن مش مناسب اصلا لنوع بشرتي، ودي غلطه بشوفها متكرره كتير جدا. لو انت لسه مبتدئه في الميك اب ومش عارفه عندك، يعني مش عارفه تختاري ايه، ومش عارفه حتى توزعي الفاونديشن كويس على بشرتك،
فنصيحه مهمه جدا جدا جدا، خليكي في الفاونديشنز الليكويد، الفاونديشنز السايله دي بتكون اسهل بكتير في الدمج وشكلها بيكون طبيعي. وبعيدي خالص لو انت لسه حد مبتدئ عن الفاونديشنز الكريمي. الغلطه بقى اللي بشوفها ان في بنات بتحط الفاونديشن بايديها على بشرتها على طول، يعني تاخد كده وتحط كده. طبعا ده يعني مش قادره اقول لكم ده حاجه وحشه جدا جدا. اهم حاجه ان احنا نستخدم احسن فرشه. الغلطه اللي بعد كده ان انت توزعي الفاونديشن مش في اتجاه واحد، توزعي الفاونديشن بالشكل ده. بلاقي بنات بتعمل كده شويه وكده 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 شويه ويجيبوا الفاونديشن على حواجبهم. دي اكبر حاجه غلط. تستخدمي فرشه زي دي فلاج بروش، يبقى اهم حاجه انت ترسمي او تحطي الفاونديشن في اتجاه واحد، يعني بحرك ايدي في اتجاه واحد بالشكل ده اوكي. لكن اللي انا بعمله ده اكبر غلط. الناحيه التانيه بقى هستخدم فاونديشن يكون ليكويد، يكون سايل. اي حاجه من الفاونديشنز اللي بتكون سايله ده بيكون شكلها. اول حاجه هحط الفاونديشن على ايدي الاول مش على بشرتي. بصوا حطيت كميه صغيره جدا وهاخد بالفرشه بطريقه الطبطبه بالشكل ده، وبعد كده هبتدي اوزع بالراحه بطريقه التابنج. شايفين بضغط وبشيل بالراحه علشان اخلي شكل الفاونديشن طبيعي قوي على بشرتي. اختاري درجه نفس لون بشرتك بالظبط. غلط جدا على فكره ان احنا يبان ان احنا حاطين طبقه على بشرتنا. الفاونديشن معمول عشان يوحد لون البشره مش علشان يغير لون البشره. اي خطوه كمان مهمه جدا هتخلي شكل الفاونديشن شكله طبيعي قوي على البشره، ان انت تستخدمي اي بيوتي بلندر او سفنجه ميك اب تكون مبلوله ومعصوره كويس جدا. يعني بصوا مش بتنزل اي ميه بس هي مبلوله اوكي، وتمشوا بيها بطريقه التابنج. انتوا بتطبطبوا كده بالراحه على البشره. الخطوه دي بتبقى حلوه جدا لو انتوا حاطين اي فاونديشن زياده. السفنجه بتوزعه وبتدخل الفاونديشن جوه الخطوط بتاعه البشره، بتحسسكم ان انتوا مش حاطين اي حاجه. وكمان لو في اي زياده بتشيلها فبتخلي شكل الفاونديشن حلو جدا. نيجي للكونسيلر، ومن الحاجات الغلط جدا ان انت ممكن تعمليها ان انت تختاري درجه كونسيلر مش مناسبه للون بشرتك، وكمان انت تحطيها على وشك كله. الكونسيلر بيتحط افتح من لون بشرتك درجه واحده او درجتين لو عايزه تنوري البشره، وبيتحط بس في السبوتس اللي انا عايزه انورها. يعني انا مثلا هحط كميه صغيره جدا هنا اوكي، ونقطه كمان هنا. شايفين الفرق؟ مش بمسح بيه المثلث اللي تحت العين كله. الغلطه اللي بعد كده وهي الكونتور. الكونتور من الحاجات المهمه جدا المعمول علشان تبرز شكل بشرتك وتخلي شكلها حلو جدا. بنختار درجه مناسبه لينا، وثانيا لازم يدمج كويس جدا على بشرتك. ما ينفعش ابدا تشوفي خط موجود على البشره اوكي. اكتر غلطه بشوفها متكرره بنات بتعمل كده، ترسم خط وبتسيب الكونتور من غير دمج او بتدمجوا حاجه بسيطه ويفضل فيه خط كده باين في بشرتها. الصح ان انا باخد كميه صغيره جدا من الكونتور بحطها بس على عظمه التشيك بونز او عظمه الخد، بدمجها كويس قوي 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 وعلى اطراف الوش عشان تدفيه لحد ما يختفي خالص. الغلطه اللي بعدها وهي البلاشر. البلاشر من الحاجات اللي لازم تتحط بكميه صغيره جدا وتتوزع كويس عشان يكون شكلها طبيعي. تلاقي بنات بتحط بلاشرز بكميه كده اوكي، كميه كبيره. غلط جدا ان انت تحطي كميه بلاشر كبيره بالشكل ده وتسيبيها من غير توزيع على البشره. واحد ان انا هحط كميه بلاشر خفيفه جدا، قدام فرشه فلات بدمج بيها البلاشر بالشكل ده. شايفين شكله طبيعي قد ايه؟ اخر غلطه في الفاونديشن وهي تثبيت الفاونديشن بالباودر. بنات كتير جدا بتختار باودر غلط. اول حاجه الباودر لازم تكون نوعها مناسب لنوع بشرتي. عندنا نوعين من الباودر، كومباكت باودر ولوز باودر. فلو انت عايزه تخلي شكل الفاونديشن طبيعي استخدمي اللوز باودر وتكون ترانسلوسنت او ترانسبيرنت، تكون شفافه خالص ملهاش لون، ما تغيرش من لون الفاونديشن اوكي. لو انت عايزه تغيري من لون الفاونديشن يبقى تستخدمي كومباكت باودر، بس الكومباكت باودر تكون نفس لون بشرتك بالظبط اوكي، مش افتح ومش اغمق، لان هي لو افتح او اغمق هتعمل باتشز على البشره وتخلي شكل الميك اب سيء جدا. الغلطه الثانيه ان انا استخدم الكومباكت باودر واحط منها كميه كبيره جدا على بشرتي وانا اصلا اوريدي مش محتاجه. يعني الكومباكت باودر بنحطها لسبب واحد بس، ان احنا نزود التغطيه بتاعه الفاونديشن ونثبت الميك اب للناس اللي بشرتها دهنيه جدا. لو انت بشرتك مش دهنيه واصلا كفرج الفاونديشن عاجبك يبقى بلاش نستخدم كومباكت باودر اصلا. وبلاقي بنات بتعمل كده اوكي، تاخد بصوا شايفين الكميه وباودر تقعد توقع كده، شايفين كميه الفول اوت قد ايه، تاخد كده وتمسح بيها. شايفين المنظر؟ شايفين اولا دي مش نفس لون البشره تماما، مش لون البشره خالص. صح ان انا استخدم لوز باودر تكون شفافه بالشكل ده، وهستخدم كميه صغيره جدا جدا لا تذكر. شايفين الكميه قد ايه اللي هستخدمها، وهوزعها بالراحه كده جدا على
المناطق بس اللي انا عايزه اثبتها زي تحت العين. وطبعا انتوا شايفين الفرق، انا مش هتكلم. انتوا طبعا شايفين هنا شكل البشره قد ايه شكله بشع مغير جدا. وكمان يعني عايزه اقول لكم كمان انا حاولت يعني اعمل حاجه يعني مش غلط قوي، في ناس بيعملوا الاكستريم من ده، انهم بيحطوا حاجات اكتر من كده بكتير وبتبقى شكلها صعب جدا. طبعا انتوا شايفين الخطوط وشايفين شكل البشره قد ايه شكله مغير وشكله مش حلو ابدا. والناحيه دي شكلها طبيعي جدا، مفيش اي حاجه خالص، مش حاسين اصلا ان انا حاطه فاونديشن على بشرتي، ومش حاسين باي طبقات، ومش حاسين ان احنا حطينا فاونديشن وكونسيلر وبلاشر وباودر وكونتورنج. اوكي، كل ده مدموج اكنه قطعه واحده على البشره. والهايلايتر في الاخر ادى سبوت لايت كده جميله قوي. فاتمنى يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، واتمنى ان كل البنات تعمل زي ما عملنا في الناحيه دي. ولو كنتي بتعملي اخطاء زي الناحيه دي فاتمنى الفيديو ده يكون يفيدك ان شاء الله وتعملي الصح. وعايزه اقول لكم خليكم دايما واثقين في نفسكم، ودايما less is more. اعملوا ميك اب اللي هو حاجه بسيطه جدا بس يظهر جمالكم اكتر، لكن الميك اب مش معمول عشان يغير من شكلنا او يغير من درجه بشرتنا اللي ربنا خلقنا بيها، اللي هي المفروض احلى درجه انت بتكوني فيها. فاهم حاجه خليكم واثقين في نفسكم، ما تغيروش لون بشرتكم، واستخدموا فاونديشن يكون خفيف على البشره جدا ما يغيرش ابدا من شكلكم. وبس كده، اشوفكم ان شاء الله على الف خير في فيديو جديد يوم الخميس، يوم الاثنين سوري، ده هينزل ان شاء الله يوم الخميس. اشوفكم فيديو جديد يوم الاثنين اللي جاي، عشان احنا بقينا ننزل فيديو جديد كل يوم اثنين وخميس. وبس كده، باي باي.